ازيكم احلى متابعين ايمي روز، يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده مع انها جايه متاخر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجب، اللهم بلغنا رمضان يا رب. مع انها برضه جايه متاخر، بس انتوا ما عدتوش بتشجعوني، عشان كده ما عدتش بعمل فيديوهات زي الاول ما انزل لكم فلوجات. فلما الاقي تشجيع هلاقي فيديوهات بديهيه. فحابه اللي لسه مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد، واهم حاجه اللايك. المفروض المقدمه دي اصورها لكم، الفيديو ده المفروض انزله لكم، بس انا اتاخرت جدا جدا فيه. تقريبا ده كان الجمعه اللي فاتت. الفيديو اللي هينزلكوا ده معمول الجمعه اللي فاتت، مش كمان بتاعت امبارح، لا اللي قبلها. كان عيد ميلاد سيكو، فحبيت اعملها له كده بارتي صغير. وكمان كان مناسبه صاحبتي، فاليوم كان عندي حافل بمعنى اصح. فعشان كده كنت ملبوخه وانشغلت شويه قبل ما انزل. بس الحمد لله اخيرا تشجعت وقلت ماما اصور مقدمه معاكم عشان انزله له بقى. فيا رب الفيديو يعجبكم. طبعا بقى نشوف انا احتفلت فيه ازاي وفين، عشان لو انتوا حابين في المكان دوت تحتفلوا بيه بقى، عيد ميلاد صاحبتك، عيد ميلاد مامتك، عيد ميلاد خطيبك، كده اي حاجه عايزه تحتفلوا بيه. فهو مكان حلو قوي للمناسبات. يلا بينا. شو اشتراك في القناه، شو اشتراك في القناه. يلا. انا بقى كنت حضرت الهدية دي حرفيا انا بحضرها من شهر 9. كان كل حاجة تعجبني اجيبها واشتريها، واول حاجة اشتريتها هو البوكس ده. وغيرت كتير ولفيت كتير لحد ما استقريت على ده. وقمت بقى مغلفة كل حاجة، انا اللي مغلفاها بايدي بالمنظر الجميل دوت. وكان اليوم ده كمان قرية فتحة صاحبتي ندوش حبيبة قلبي، ما يبارك لي فيها يا رب. وحبيت اعمل لها بقى اللي هي الطارة اللي بيمسكوها وقت قرية فتحة دي، عمل ايديا وحياة عينيا. شايفين بقى الجمال، طبعا اللي وراها دي لازم هتتشاف. وهنا بقى كنا اليوم ده كنا مهيصين بقى وشغالين احساسك ان النهارده الاجمل عروسين، وبجد ربنا يهنيهم بعض ويسعدهم، كانوا بجد يعني لايقين على بعض كده، روحهم مع بعض. وهنا بقى احتفلت في سويت زون بعيد ميلاد زكاية. رحت قبلنا بيوم حطيت الهدية وحجزت التورتة وكل حاجة. بجد المكان ده تحفة، وصاحبة المكان هدير جميل جدا، والمكان هادي، فبجد انصحكم بيه. وهنا بقى نزلنا التورته، وكانت رد فعله يعني هي اللي فرحاني يعني. فعلا الحاجه كانت جميله وتحفه، وفرحت الفرح جدا. وبقى هنا بقى كنا مخبيين الهديه وفاجئنا بقى بيها. بجد كنت لسه شايفاكم رد فعله، بس هو بجد فرح جدا جدا جدا، وكان متفاجئ لان كنت مطنشاه خالص، ولا قايله له كل سنه وهو طيب ولا اي حاجه. بصوا بتعملوا له حالة اكتئاب، عشان يعني زي ما بيقولوا يسبق الدور يعني. فبجد كان رد الفعل بتاعه كان يعني رضاني الحمد لله، وفرحت بيه جدا، لان انا بفرح لفرحه قصاد اللي هو بيعملهولي. فكنت عايزه اقدم له حاجه بسيطه من اللي بجد بيعملهولي، لانه انا مطلعه عيني للامانه. فرب كل سنه وانت طيب يا زكايا، والسنه الجايه تحتفل بيه مع بعض بقى في بيتنا ان شاء الله، واعمل لك الحلوه كله برضه زي ما انت عامل لي كل حاجه حلوه. ربنا يخليك ليا. هنا بقى كان متفاجئ ونسى كل حاجة يعني، ومش عارف هو ده ايه وده ايه، مع انهم معروفين يعني. بس المفاجأة كانت معلش عذرا. بس كان اهم حاجة عندي اللي هو كان مبسوط وفرحان. والله ما فاضي كده عشان انا اتفاجئت والله العظيم انت جايبه لي. طب اقسم بالله لسه في حاجات كتير جوه. هيجيبه فين لا، دلوقتي؟ هنا. بجد والله. حط هنا على جنب. اللي طلعه حط على جنب. ده بقى الصاروخ اللي انا كنت جايباه اللي هو بيشتعل دوت، ما للاسف ما اشتعلش، مش عارفة ليه، ممكن عشان كنت جايباه من زمان وعيناه. احنا بدأنا نقطع التورتة بقى، وبعدها اخدنا كوبا من القهوة، وصورنا صور حلوة قوي. وحبيت برضه اوريكم المكان من جوه، المكان جميل جدا وشيك جدا. لو عندك بقى مناسبة خروجه انت وصاحبتك انت وخطيبك، مكان هادي وحلو بجد، والخدمة فيه جميلة جدا، وكل حاجة فيه حلوة. وهتلاقوا كل حاجة عنده، فطار، ديزرت، مشروبات، كل انواعها، كل حاجة. هنا بقى حبيت اخد لكم كام صورة وراكم الاوتفيت بتاعي اليوم ده. ايه رأيكم؟ اكيد شفت عليا قبل كده، بس انا حابه اتصور قدام المرايه، اي مرايه بحب اتصور قدامها. وهنا برضو بقيت المكان هنا، شايفين الجمال. وده كان نهايه يومنا، يا رب يكون الفلوج عجبكم. تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، واهم حاجه اللايك. وحبيت اقول لزكايا كل سنه وهو طيب، يا رب دايما معاك.